يعطيكم العافية. اليوم بدنا نحكي لكم عن وصفة الدايت، وصفة التمر مع المكسرات من أطيب وصفات الدايت وكتير سهلة. بعد ما ننقع التمر نحط الفستق ونطحنه. بعد ما طحنا الفستق مثل ما انتم شايفين بنزيد السمسم، نص كوب من السمسم. حطينا 3/4 الكوب فستق. بنحط برش جوز الهند 60 جرام وبذر اليقطين 20 جرام أو ربع كوب. ونطحنهم كتير منيح مثل ما انتم شايفين. جبنا التمرات بعد ما نقعناهم بمي دافية وصفيناهم من المي. بنقيم البذرة حطيناهم بالمحضر ونطحنهم معهم. بعد ما طحناهم بنزيد ملعقة عسل أو ملعقتين حسب الرغبة، 40 جرام من العسل، وبنعجنهم كتير منيح. وهلا بنقسمهم لكرات مثل ما انتم شايفين. وعملوهم على شكل دوائر. شفتوا كيف شكلوهم على شكل دوائر؟ هلا بنجيب شوكولا بيضة بلا سكر وذوبناها ونصير نغطن حبة حبة ونحطهم على ورق الزبدة حتى ما يلزقوا. مثل ما شايفين وبنزينه بالشوكولا السوداء اللي بلا سكر. وبنصير نعمل أشكال هيك، نعمل شكل بجنن من زين. شوفوا المنظر. وفيكم تحطوها بالتلاجة تبردوها. بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. مثل ما شايفين شكل بجنن. خلوها ل15 دقيقة وجاي حطوهم بالورقة. وصحتين وهنا للجميع. شوفوا المنظر ما أجمل.
شي بشهي. ألف صحة وهنا. شايفين المنظر؟ منظر بشهي، وصفة خالية من السكر ولكل عشاق الرجيم.